تاريخ العالم مع صابر مشهور. تابعونا. مشاهدينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم تاريخ العالم. في هذه الحلقة نرد فيها على ادعاء مراجع الشيعة أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. طبعا الموضوع يبدو تاريخيا، لكن الآن آلاف المسلمين تقوم ميليشيات إيران المسلحة بقتلهم وذبحهم بسبب هذا. كما نعلم أن العقيدة الشيعية تتمحور حول شخصين، حول سيدنا علي بن أبي طالب وحول ابنه الحسين. الحسن لا، الحسن سيء، الحسن وحش، وهذا سنأتي له فدائما يقولون الحسين ولا يقولون الحسن، ويقولون استشهاد الحسين ويا لثارات الحسين، رغم أن سيدنا علي بن أبي طالب أيضا استشهد، فلا يرفعون راية يا لثارات علي. أين الثأر ممن قتلوا علي؟ لا، مش عاوزين ثأر ممن قتلوا علي، أنا ثأر ممن قتلوا الحسين فقط، وده أمر غريب جدا. فبالتالي استنادا لهذه العقائد الباطلة أقيمت دول وارتكبت مذابح كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي، أشهرها وأبرزها المذابح التي تجري الآن في سوريا، قتل فيها أكثر من 1,000,000 مسلم. المذابح التي ترتكب في العراق، فدماء تراق. لذلك أقول لكم كل من يشاهد هذه الحلقة عليه أن ينشرها، لأنها قد تمنع أو تنقذ دم إنسان بريء، قد تنقذ دم طفل. أطفال في العراق قتلوا لأن الطفلة اسمها عائشة أو اسمه عمر، تخيلوا. وطبعا الفكر الشيعي يقوم على تكفير كل المسلمين، كل المسلمين كفار، بيفهم أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان والصحابة كله كافر. حاجة كده، هم تخطوا داعش في التكفير وتخطوا داعش في القتل بمراحل كثيرة. فنحن الآن في هذه الحلقة سنتناول المسألة من منظور تاريخي مادي. ننسى الآن أننا مسلمون، احنا بنناقش كأننا واحد ملحد كافر مسيحي بوذي يقول هل العقيدة الشيعية صحيحة، ونحن لا نؤمن لا بصحيح البخاري عند المسلمين السنة ولا بالكتب الموجودة عند الشيعة في الوقائع التاريخية. نحن الآن نتناول أمور تاريخية مجردة تماما. طبعا أنا تناولت من قبل المقارنة بين العقيدة الشيعية والعقيدة المسيحية، لكن هنا سنتناول مسائل تاريخية فقط وبعد ذلك بإذن الله إن شاء الله نعمل حلقة عن كل ما يتعلق بالعقيدة الشيعية وكيف نشأت ومن أين جاءت. أولا، العقيدة الشيعية تقول إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجب أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس سيدنا أبو بكر الصديق، وإن علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. من الناحية الأخلاقية الإيمان بهذا هو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وهدم للإسلام كله، لأنه في هذه الحالة لا يكون محمدا رسول الله، بل يكون ملكا أقام ملكا لعائلته بني هاشم ولآل البيت. يبقى الإسلام ليس للناس كلهم بل لآل البيت، بقى لعائلة محمد. وآية ذلك سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مؤسس الدولة الأموية. كل الانتقادات ضده وضد الدولة الأموية أنه معاوية ورث الحكم لابنه. طب الفتوحات الإسلامية التي قام بها الدولة الأموية؟ لا. العدل اللي انتشر في عهد الدولة الأموية في انتهاكات هنا أو هناك، وهذا يحدث في تاريخ أي دولة في العالم، لكن قليل جدا. كل هذا ضاع بسبب حاجة واحدة، أنه معاوية ورث الحكم لابنه فاتهم أنه يريد مصلحته الشخصية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو ورث الحكم لابن عمه علي، يبقى في هذه الحالة لم يكن رسولا، ده بيعمل ملك بقى. ولدينا الآن في رئيس دولة مسلمة اللي هو أردوغان، رئيس تركيا. طيب الإعلام التركي كله الذي يعارض أردوغان يتهمه بماذا؟ بأنه يحابي أقاربه، رغم أنه هو لم يعين أحدا من أقاربه من بعده طب لو فعلها يبقى يقولوا إيه؟ إذن أردوغان كذا. طيب وده بيتكلم في أردوغان في حالة حاكم. طب لما الرسول صلى الله عليه وسلم يورث الحكم لابن عمه يبقى سيقولون ليس رسولا. ولذلك الحمد لله إنه من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم
أبو بكر وعمر وعثمان وليسوا من أقاربه المباشرين، فبالتالي ليس هناك شبهة أن الرسول ملك. حتى المستشرقون لا يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام الأوروبي. طيب تعالوا نبدأ. أولا، عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم هو حاكم الدولة، توفى كان عمر سيدنا علي بن أبي طالب كام؟ 33 سنة، يعني شاب صغير جدا. مين اللي موجود يا جماعة في عهده؟ في أبو بكر الصديق اللي هو الخليفة الأول، عمره 61 سنة. هل من المنطقي إنه الصحابة يقومون بتنصيب خليفة عمره 33 سنة، شاب صغير، في حين هناك شيوخ كبار مثل أبو بكر الصديق عنده 61 سنة؟ يعني افترضوا أن الرئيس مرسي حي يرزق الآن في مصر وعنده 65 سنة، أنا صور مشهور عندي 40 سنة، الشعب المصري هيميل لمين؟ لمحمد مرسي. يعني نفترض أن احنا متساويين يعني. طب لو أنا بقى عندي 33 سنة أصغر من ذلك، شيء طبيعي لا ينتخبونني يعني. فده السياق المنطقي للأمور، إن أبو بكر الصديق كان شيخ كبير، وبالتالي ليس من المنطقي أن يقوم بانتخابه. الأكثر من ذلك، تعالوا شاهدوا الخريطة الغريبة دي. هو علي بن أبي طالب ده منين؟ أين ولد؟ ولد في مكة، هنا مكة. طب أبو بكر الصديق ولد فين؟ في مكة. طب عمر بن الخطاب ولد فين؟ في مكة. طب عثمان بن عفان رضي الله عنه ولد فين؟ في مكة. فهذه النظرية بتقول أنهم اغتصبوا منه الحكم، ولكن الغريب أنهم لم يغتصبوا الحكم منه في مكة، بل اغتصبوه منه في المدينة المنورة كما تقول الرواية الشيعية. لما نشاهد على الخريطة هنجد أنه المسافة بين مكة في الجنوب والمدينة المنورة في الشمال 450 كيلو بالسيارة تقريبا. فبالتالي كل عمر بن الخطاب وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب كل هؤلاء هاجروا من مكة إلى المدينة، فهم أصبحوا لاجئين في المدينة المنورة. وفقا للمفهوم السياسي الحديث الموجود الآن، إن هؤلاء غرباء أجانب، مقيمين أجانب، لاجئين أجانب في دولة أخرى اللي هي المدينة المنورة، دولة مستقلة ولها جيشها ولها شرطتها يعني مع نفسها، عكس مكة دولة مستقلة والمسافة بين الاثنين 450 كيلو، مسافة كبيرة جدا. وأصبح هؤلاء المسلمين أقلية جدا، المهاجرين هؤلاء أقلية في المدينة المنورة. وبالتالي لما ولي الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم، لما ولي الحكم في المدينة لم يدخلها فاتحا، يعني لم يدخل بجيش وقال أنا أصبحت حاكمكم، بل انتخبوه سكان المدينة المنورة. الذي جرى يا سادة أن سكان المدينة المنورة لما وفد منهم جاء من المدينة المنورة ده قبل أن يدخل الإسلام، جاءوا إلى مكة في الحج وعملوا حاجة اسمها بيعة العقبة الثانية، وبموجب هذه البيعة انتخبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقرأ شروطها والوقت لا يتسع، فالمهم فهو ذهب حاكما للمدينة المنورة بناء على انتخاب من أهلها. طيب وهتجد ان غالبية على طول الحروب ايه بقى؟ الحروب كل حروب الرسول صلى الله عليه وسلم هي حروب بين المدينة المنورة وبين مكة، بين دولة المدينة وسكان المدينة والقبائل المحيطة بالمدينة المنورة ومكة والقبائل المحيطة بمكة، حتى جرى فتح مكة عام 8 هجرية قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعامين، وسكان مكة لم ينتقلوا للمدينة، بقوا كما هو حتى في فترة عامين، والمدينة المنورة تتحمل كل هؤلاء السكان يعني. فإذا علي بن أبي طالب، أبو بكر، عمر، عثمان بن عفان رضي الله عنهم، كل الصحابة هم أقلية قليلة في المدينة المنورة لا يستطيعون. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم توفى، الجهة اللي تملك القوة العسكرية المسلحة سكان المدينة اللي هم الأنصار، وهم اجتمعوا لاختيار خليفة أو حاكم أو رئيس للجمهورية منهم. سيدنا أبو بكر الصديق ذهب وعمر بن الخطاب، وبعد نقاش تقرر أن يكون الحاكم رئيس الجمهورية الخليفة الراشد أن يكون أبو بكر الصديق. وكان من بين الأمور التي قالها سكان المدينة لأبو بكر الصديق، قالوا يا معشر المهاجرين إنما أنتم رهط فينا، أنتم عدد قليل، كيف تحكموننا وأنتم أقلية؟ يعني هل تخيل أنه مثلا يجي واحد مصري يهاجر مثلا للبوسنة والهرسك، أو يهاجر مثلا لتركستان أو بلد، أو يهاجر إلى نيجيريا
أو يهاجر للصومال ويصبح رئيسا للصومال، نقول اغتصب الحكم من الشعب الصومالي. يغتصب الحكم من الشعب الصومالي ازاي؟ هو واحد. هذا معناه ان الشعب الصومالي هو الذي عينه. فبالتالي لا أبو بكر ولا علي يستطيعان أن يغتصب الحكم من أحد. الذي اختار هو من؟ سكان المدينة المنورة، وليس سيدنا أبو بكر ولا علي. فهنا لو هم بقى عاوزين يقوموا الادعاء بصورة صحيحة، يقولون إن سكان المدينة المنورة أخذوا الحكم من علي وأعطوه لأبو بكر. المفروض يقولون هذا، لكن أبو بكر نفسه لا يستطيع، ليس معه جيش ولا قوة، ده هم أجانب لاجئين في دولة أخرى يعني، أو في بلد أخرى. وبالتالي هذا يستحيل تاريخيا. نحن لا نتحدث عن لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا شيء، لأنهم لا يعترفون بهذه بكتب السنة. هنا أيضا دمشق العاصمة الدولة الأموية فيما بعد. المسافة من مكة لدمشق 1672 كيلو، مسافة ضخمة جدا، دولة كبيرة يعني. بتكلم اليوم 3 دول كي تصل لهذه المسافة. حتى لما قامت الحروب بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان في الفتنة الكبرى، بني أمية غالبيتهم كانوا في المدينة وفي مكة والتزموا الحياد، ومنهم مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هذا اللي هيكون أبناؤه فيما بعد، هيكون نفسه أي نصب نفسه فيما بعد خليفة، وأبناء خلفاء كانوا على الحياد. تخيلوا، لأنه لم يكن هناك المفهوم اللي احنا المزور والمزيف الذي يقال في الإعلام ويروج له مراجع الشيعة، قتال بني هاشم وبني أمية. ده كلام مضحك، لأنهم كانوا عائلة واحدة، عائلة صغيرة يعني، قريش كلها على بعضها 1000 شخص تقريبا أو 2000 شخص، وكلهم أصهار، هذا متزوج أخت هذا وهذا متزوج. تعالوا نكمل كده ونشوف الأمر الغريب بقى التالي. طيب، هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال: علي بن أبي طالب ماذا كان أسماء أولاده؟ أول ابن لسيدنا علي بن أبي طالب من؟ أبو بكر. إذا أبو بكر كافر ومجرم والكلام الذي يقوله مراجع الشيعة، فلماذا علي سمى ابنه أبو بكر، وسمى ابنه الثاني عثمان، وسمى ابنه الثالث عمر على اسم عمر بن الخطاب وعلى اسم عثمان بن عفان؟ الحسن والحسين الأشهر، لكن هو له أبناء آخرين، أولاد وبنات. وعنده بنت اسمها أم كلثوم. أم كلثوم زوجة من؟ زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن يا جماعة، لو احنا أخذنا بما يزعمه كذبا مراجع الشيعة، يبقى سيدنا علي بن أبي طالب زوج ابنته لكافر لعمر بن الخطاب، وكان يسمي أبنائه على باسم عمر واسم عثمان واسم أبو بكر، هم كلهم كفرة كما يقول مراجع الشيعة. طبعا هذا ينسف الرواية الشيعية كلها، وهذا دليل قاطع ان سيدنا علي بن ابي طالب يحب سيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان وسيدنا عمر، وزوج ابنته لعمر بن الخطاب. بعضهم لما تزنقوا في هذا يقولون اكرهوه. يا جماعه طبعا ده كذب، وهنذكر الدليل التاريخي. فهنا مراجع الشيعة يقدمون شخصية علي بن ابي طالب كشخصية المسيح في المسيحية. المسيح في المسيحية هو الإله القادر القوي، وفي نفس الوقت هو الشخص الضعيف المصلوب الذي عذبوه وضربوه وربطوه. اختاروا هو الراجل قوي ولا ضعيف ولا مهان ولا ايه؟ فهنا نجد في نظرة المراجع الشيعة يقولون علي بن أبي طالب فارس وشجاع وقوي، وفي نفس الوقت هو جبان، يخاف من عمر بن الخطاب ويخاف من عمر ويخاف من عثمان وأبو بكر. وإنه حتى من زعمهم يعني سيدنا عمر بن الخطاب كسر ضلع السيدة فاطمة زوجة علي وابنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي أين يتفرج؟ ده راجل جبان. يا أخي العرب وهم كفار ما كان يقبل هذا يا أخي، كانوا يدخلون في حرب من أجل ناقة، وسيدنا علي لا يرفع سيفه لكرامة امرأته زوجته السيدة فاطمة، والعرب كانوا لا يضربون النساء وهم كفار وهم مسلمين، وده موضوع آخر يعني. وحتى هند بنت عتبة وهي كافرة أم معاوية لما كانت بتحرض على قتال المسلمين، وسيدنا حمزة وجداء قابلها في غزوة أحد قبل أن يستشهد، عف أن يقتلها لأنها امرأة. طيب تعالوا نكمل، وهنرى بقى أنه سيدنا علي نفسه كان يتزوج من بنات الصحابة الذين يكفرهم الشيعة. تعالوا هنا من يا جماعة؟ هنا علي بن أبي طالب أنجب مين؟ ابنه الحسن. طيب الحسن ده تزوج من مين؟ تزوج أم إسحاق.
مين أم إسحاق حضرتك؟ أم إسحاق دي بنت سيدنا طلحة ابن عبيد الله من 10 مبشرين في الجنة. عند مراجع الشيعة أنه كافر، وهو استشهد رضي الله عنه في موقعة الجمل. كان الجيش بيقوده سيدنا علي، وكما ذكرنا في حلقة أسباب سقوط الدولة الخلافة الراشدة، اكتب على اليوتيوب أسباب سقوط دولة الخلافة الراشدة. جيش سيدنا علي كان فيه قتل سيدنا عثمان، ولم يكن يستطيع التحكم فيه أو السيطرة عليه، والجماعة المنافقين الموجودين في جيشه لم يطيعوه، والمهم قتلوه بسهم. ده هم يقولون بقى انه المراجع الشيعة انه كافر وكذا. طب لما هو كافر، انت ليه سيدنا الحسن تزوج ابنته؟ ليه يا جماعة؟ مش منطقي ابدا. طب وهم هل مثلا طلحة بن عبيد الله اكبر سيدنا الحسن قال له تزوج ام اسحاق والا يتزوج بنته؟ يعني الم يعد فيه رجال يعني هناك؟ طبعا ده يدل على عكس ما يزعمون تماما يعني. تعالوا نكمل. ادي علي بن ابي طالب انجب سيدنا الحسين، سيدنا الحسين انجب علي، عبد الله انجب اسحاق. اسحاق هذا تزوج من؟ تزوج من عائشه. من عائشه؟ ابنة عمر، ابنة عاصم، ابنة عمر، ابنة عثمان بن عفان، حفيدة عثمان بن عفان. اتضح ان العلاقات جيده جدا، وما نقولش دي ثلاثه اباء فقط بينها وبين سيدنا عثمان، ودي فتره قريبه يعني انا جد الثالث ليا متوفي مثلا بقاله 70 سنة 80 سنة، وهذه فترة قليلة جدا عند العرب. العرب يحفظ 40 اسم من عائلته، 40 اسم، فهذا حاجة بسيطة جدا يعني. طيب تعالوا نكمل. هنا سيدنا علي بن أبي طالب أنجب سيدنا الحسين. من بنات سيدنا الحسين مين؟ فاطمة ابنة سيدنا الحسين. هم بقى مراجع الشيعة يفهموا أكتر من السيدة فاطمة يعني. طب السيدة فاطمة تزوجت من؟ تزوجت عبد الله. من عبد الله؟ أبوه اسمه عمر، جده عثمان بن عفان رضي الله عنه. فهم ازاي بقى السيدة فاطمة تقبل تتزوج بحفيد الكافر عثمان، ومفروض ان عبد الله يعني. وركز ان عثمان بن عفان ابنه اسمه ايه؟ عمر، نسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظروا تعالوا نكمل. ايضا هنا سيدنا علي بن ابي طالب من ابنائه سيدنا الحسن رضي الله عنه، والحسن انجب الحسن ايضا، وانجب الحسن انجب ام القاسم. يعني ام القاسم دي حفيدة سيدنا الحسن رضي الله عنه. ام القاسم تزوجت من مروان ابن ابان، وابان ابن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ايضا هنا سيدنا علي بن ابي طالب انجب الحسن له اسمى ابنه الحسن، وبعدين الحسن من اولاد عبد الله، ومنهم احفاده ابراهيم. تزوج من رقيه، ورقيه انجبت رقيه بنت محمد بنت عبد الله بنت عمرو بنت عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظروا طبعا هنا مفاجاه صاعقه. سيدنا علي بن ابي طالب من ابنه الحسن رضي الله عنه، ومن بنات الحسن في واحده اسمها زينب. زينب ده حضرتك تزوجت مين بقى؟ تزوجت الخليفه الاموي الوليد. والوليد ده مين؟ ابوه عبد الملك بن مروان، كان خليفه اموي ايضا من بني اميه. تعالوا نكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده ابنتين، رقيه وام كلثوم، والاثنتان تزوجتا من عثمان. يعني الاولى لما توفيت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه بالثانيه. ثم ياتي مراجع الشيعة ويقولون زوج بنات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر. يا جماعه السؤال، يعني هؤلاء قالوا على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم انها مرتكبه الفاحشه السيده عائشه، وقالوا على زوج بنات الرسول كافر، وابو بكر الصديق اللي هو ابو زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وكل اصحاب الرسول كفار وكذابون ومجرمون. وانا سمعت اخ يمني قال لي واحد من زعماء الحوثيين التابع لايران هذا في اليمن، قال له لو قلت لك انا احبك وانت رائع وجميل وقوي كذا وشخص كريم، ولكن زوجتك زانيه، ماذا تفعل معها؟ الله اضربك. قال له طب انت لا تقبلها على نفسك، كيف تقبلها على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت اقول لك انت جميل وانت رائع وانا احبك، ثم اقول زوجتك زانيه واصحابك لصوص ومجرمون وصديقك فلان مجرم وصديقك فلان حرامي وصديقك فلان نصاب، كيف تكون انت شخص جيد وكل من حولك كلهم مشكوك فيهم؟ فهو الهدف هو الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه المسألة، ولا هدفهم حقيقة تاريخية ولا حاجة، هذه هي الحقائق التاريخية. تعالوا نكمل. هنا سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان متزوج من أسماء بنت عميس، اللي هو أنجب منها ابن محمد بن أبي بكر، هيكون ولي مصر بعد ذلك يعني في عهد سيدنا علي بن أبي طالب.
طب أسماء بعد ما سيدنا أبو بكر الصديق توفى، زوجته أسماء بنت عميس تزوجت من؟ تزوجت علي بن أبي طالب. يا جماعة إذا كان الناس دي متخانقة يعني كيف يعني تكون يعني هذا يدحض تماما، دي حقيقة تاريخية، أمر غريب جدا. تعالوا نكمل. سيدنا علي بن أبي طالب من أبنائه من؟ سيدنا الحسن رضي الله عنه اللي هو حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج من من؟ ومن حفصة. حفصة بين ابنة من؟ ابنة عبد الرحمن ابن أبو بكر الصديق. انظروا للصداقة والقوة. علي بن أبي طالب أنجب من؟ الحسين. الحسين من أبنائه سيدنا زين العابدين، من أبنائه محمد الباقر. محمد الباقر هذا من زوجته أم فروة. أم فروة ابنة القاسم ابنة محمد، جدها أبو بكر الصديق. وهم محمد الباقر وزوجته أنجبوا من؟ أنجبوا جعفر الصادق. وجعفر الصادق ده سيدنا أبو بكر الصديق جده من ناحيتين، يعني من ناحية في بقى زيجات هنا. فهو كان يقول أنجبني أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرتين. تعالوا الأكثر من ذلك بقى الصادم هنا سيدنا علي بن أبي طالب ابن الحسن زيد نفيسة تبقى حفيد سيدنا الحسن على طول. نفيسة تزوجت من؟ تزوجت من الخليفة الأموي اسمه الوليد. الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، أبوه عبد الملك بن مروان. وعبد الملك بن مروان لم يقف مع معاوية في القتال ضد سيدنا علي، كان في المدينة المنورة. وهذا يدل أنه ولا كانت المسألة عصبية ولا شيء. طبعا عبد الملك بن مروان له قصة كبيرة لكن سنأتي يعني نخصصها في تاريخ الدولة الأموية. وبعدين عبد الملك بن مروان ده في الآخر من بني أمية. فأنت بتتكلم طبعا الوليد ده رحمه الله الخليفة الأموي هذا من أعظم الحكام المسلمين في التاريخ الإسلامي كله. هذا الذي وصل جيوش المسلمين في عهده إلى جنوب باريس، وصلوا إلى الصين. كان الدولة الأموية تحارب على 4 جبهات. في عهده خصص خادما لكل رجل كفيف ولكل رجل متقدم في السن ولكل مريض. الوليد بن عبد الملك فتح مستشفيات مجانا ومستشفيات لمن لديهم مرض نفسي. الوليد بن عبد الملك رحمه الله من أعظم الحكام في التاريخ الإسلامي وممكن في التاريخ العالمي، لأنه كان يحكم دولة من الصين إلى باريس، فكان حاجة ضخمة. حكم أراضي ربما أكثر مما حكمها الإسكندر الأكبر. طبعا لو كان يهوديا ولا ملحدا ولا أي حاجة كان زمانه مشهور يعني، وخصصت له المسلسلات والأفلام. لكن للأسف نحن نردد كالبغبغاوات الإسكندر وننسى الوليد بن عبد الملك. تعالوا نكمل. هنا سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو معظم عند الشيعة، ابنه محمد وحفيدته اسمها رملة. رملة تزوجت من؟ هشام الخليفة الأموي، هشام بن عبد الملك من بني أمية. هشام أخو الوليد، وكم الخلفاء العظام، له سلبياته وله إيجابياته، ولكن أنا أشبهه بأردوغان، موضوع خاص له حلقة أخرى. يعني أرى أنه ما جرى في عهد هشام ابن عبد الملك هو حرفيا ما يجري في عهد أردوغان في تركيا حاليا، وإن تغيرت الأسماء ولكن نفس الأوصاف بالضبط. نخصص لذلك حلقة بإذن الله إن شاء الله. تعالوا نكمل. هنا سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا الحسين أنجب الحسين من بنات سيدنا الحسين أم الحسن. أم الحسن تزوجت من؟ من عبد الله من؟ ابن الزبير بن العوام. وعبد الله بن الزبير بن العوام هذا الذي قتل في الكعبة، قتله الأمويين في الكعبة، اللي هو قتله الحجاج بن يوسف الثقفي. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي أمه أسماء بنت أبي بكر. يعني خلي بالك، طبعا مراجع الشيعة يكفرون الزبير بن العوام ويكفرون عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير هو أيضا أخوه مصعب اللي قتل المختار الثقفي الذي رفع يا ثارات الحسين. فانظر التقارب وصلات المصاهرة. تعالوا نكمل. أيضا هنا سيدنا علي بن أبي طالب ابن الحسين، سيدنا الحسين ابنه عبد الله تزوج من أم عمرو. أم عمرو هذه بنت عمرو ابن الزبير بن عوام، يعني عمرو أخو عبد الله بن الزبير. أهي شوفوا صلات المصاهرة والزواج. طبعا ممكن واحد من مراجع الشيعة ولا يقول لك والله كانوا يتزوجون بأقارب سيدنا علي يعني لإثبات صلاتهم برسول صلى الله عليه وسلم. لا، أصلا الزبير بن العوام ده قريب الرسول صلى الله عليه وسلم. أمه صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة راجعوا، دي عائلة صغيرة، قريش عائلة صغيرة يعني ليست بالكبيرة ولا كذا، وكلها زيجات متداخلة جدا، فكلهم أقارب الرسول وكلهم يعني
هو علي بن أبي طالب أشهر، لكن هم في ذلك الوقت لا ينظرون لعلي على أنه مقدم أو شيء من هذا القبيل. ما هو أبو لهب الكافر كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو لهب أقرب للرسول في القرابة من علي. علي ابن عمه. هو أنت ابن عمك الأقرب لك أم عمك؟ لا، عمك الأقرب لك. عم الرسول أبو لهب كافر والقرآن نزل فيه ضده. تعالوا نكمل. هنا بقى علي بن أبي طالب هو أنجب سيدنا الحسين. سيدنا الحسين من بناته من؟ سكينة بنت الحسين. هذه سكينة. الصورة مأخوذة من مسلسل الحجاج. سكينة بقى حضرتك تزوجت مين؟ مسألة مهمة جدا بقى. تزوجت من مصعب ابن الزبير. مصعب أبوه من؟ الزبير بن العوام. والزبير استشهد في موقعة الجمل مع سيدنا طلحة في نفس الظروف يعني اللي كانت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها. طب هم يقولون مراجع الشيعة أن الزبير كافر ومصعب ده كافر. مصعب ده عندهم مجرم وشرير لأنه قتل أول من رفع راية يا لثارات الحسين. هو طبعا قال يا لثارات الحسين وارتكب جرائم كبيرة جدا تحت يا لثارات الحسين دي، كميليشيات إيران الآن تقول يا لثارات الحسين وترتكب مذابح ضد ملايين المسلمين قتلوا في الدولة الفاطمية وفي البويهية وفي الدولة الصفوية. يا أخي ده إيران دي أبيدت يا أخي كي يجبرونهم على التشيع. فهو الذي قتل مصعب، هو الذي قتل من رفع يا لثارات الحسين. تعالوا نشاهد الصورة التالية. أيضا السيدة سكينة بنت الحسين لما قتل مصعب قتل فيما بعد في قتال مع الدولة الأموية يعني لأنه كان ضد الدولة الأموية. فتزوجت من من؟ تزوجت من زيد ابن عمرو ابن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودي ابنة سيدنا الحسين. فهم بقى لكن المراجع الشيعية يقولون نحن نفهم فيها أكثر من الشيعة. تعالوا نكمل. هنا شعار يا لثارات الحسين الذي بسببه أو تحت رايته أو تحت زعمه قتل ملايين المسلمين، يقتلونهم ويقولون نثأر للحسين. ومن قتل الحسين؟ قتل الحسين عندكم في العراق يعني، فأنتوا ماذا تقتلون أهل سوريا ولا أهل أفغانستان ولا أهل باكستان ولا أهل الجزائر والمغرب؟ إنه هذا جرائم الفاطميين يا لثارات الحسين. وبعدين يا أخي الجريمة شخصية في الإسلام، لا تزر وازرة وزر أخرى، ده في القرآن الكريم. إنما توارث الخطيئة هذه عقيدة مسيحية مراجع الشيعة يؤمنون بها، وكلما وجدوا إنسانا مسلما يقتلونه ويقولون نثأر لأن أجداده قتلوا الحسين. هو لا أجداده ولا حاجة يعني. المهم، من الذي أول من رفع في التاريخ شعار يا لثارات الحسين؟ هذا الشخص هو المختار الثقفي، اللي هو هذا المختار الثقفي. وده إيران طبعا عملت له مسلسل ودي صورته في المسلسل. من الذي قتل المختار الثقفي؟ قتله مصعب ابن الزبير. مصعب كما ذكرنا اللي هو زوج سكينة بنت الحسين، هو قتله لما كانت زوجته ابنة سيدنا الحسين. ويأتي هؤلاء الجالسون في إيران الآن ليعلمون الإسلام أكثر من سكينة بنت الحسين رضي الله عنها. طبعا هذا كله يتضح لنا أنه الهدف هو هدم الإسلام باسم الإسلام. نحن نشاهد الآن آل سعود. آل سعود ماذا يقولون؟ لا إله إلا الله، يعني شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيحاربون لا إله إلا الله محمد رسول الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله. يقتلون المسلمين باسم المسلمين. راجعوا جرائم آل سعود، مذابح، يعني فكر زايد عن داعش. يعني داعش بالنسبة لهم حاجة بسيطة يعني. هم طبعا الميليشيات إيران وهؤلاء كل في التاريخ الإسلامي راجع كده جرائم الدول الشيعية كلها مذابح والقرامطة، جرائم لا تنتهي. والدولة البويهية إلى يعني أخطر من فكر داعش بمراحل، بكثير بكثير بكثير. وطبعا عبارة يا لثارات الحسين هي بتقوم على أساس أنه حرب لا تنتهي، حرب مستمرة ضد من؟ ضد المسلمين السنة. هدفها في كل وقت. وهو يعني إيران نشأت الشاه إسماعيل الصفوي، هذا عائلته أصلا كانت سنية، هو قتل أمه كانت مسلمة سنية، ولكن هو كان تركي. وكي يحارب الدولة العثمانية التي يحكمها مسلمون أتراك ويريد أن يجيش الأتراك اللي عنده ضد، ما هم أتراك في أتراك والاثنين مسلمين. طب أنا كمالك هقول للشعب بتاعي التركي المسلم ده نحارب مسلمين أتراك لماذا؟ فبدأ ينشر التشيع أننا شيعة وهم كفار ويجب أن نقاتلهم وهكذا. وكان يتفق مع الدول الأوروبية ويعمل حلف صليبي ويرسل للفاتيكان ويرسل إلى ملك أسبانيا الذي كان يقتل المسلمين ويقيم معهم أحلاف
وفي اتفاقات يعني نخصص لذلك حلقات أخرى بإذن الله إن شاء الله. فهذا طبعا العرض يكشف لنا الحقيقة التي هم يرغبون في إخفائها، ودي وقائع تاريخية بحتة مجردة تكذب هذا. انشروا هذه الحلقة لأن فيها إنقاذ أرواح المسلمين، وعسى الله أن يهدي الجهلة الذين يؤمنون بخرافات كلها طعن في الإسلام. اليوم في العراق الشيعة كفروا بالإسلام، لأنه يقولون لهم الأمريكان وهؤلاء أتوا لهم بالعمائم هذا فساد وانحرافات وسرقات وعلاقات نسائية وإتجار بالقاصرات، ويقولون لهم نفعل هذا باسم الإسلام. الإسلام هو الذي قال لنا، يرتكبون الجرائم ويقول الإسلام الذي قال لنا نفعل هذا. فالنتيجة اليوم شيعة العراق مستعدين فورا لاعتناق المسيحية، ونحن شاهدنا فرانسيس بابا الفاتيكان كيف يستقبل استقبال الفاتحين هناك، وبالمناسبة رفض مقابلة علماء المسلمين السنة يعني. والأمر متكرر يعني. ألا تلاحظون أن أمريكا أقامت أنظمة تدعي الإسلام وهي تحارب الإسلام؟ أقاموا آل سعود في السعودية. فإذا أي يعني مثلا ناس حكوا لي من الصومال يقول لك مثلا عندنا العرب دول أحفاد الصحابة، فلما نذهب إلى السعودية نجد الظلم والاضطهاد إلى آخره فنصدم. الباكستانيين، الأفغان، الأندونيسيين، الماليزيين، كل هؤلاء مسلمون من خارج الجزيرة العربية، لا يستطيعون التفريق بين شعب بلاد الحرمين وبين الحكومة العميلة للإنجليز والأمريكان. يعني الأمريكي لما بيشاهد محمد بن سلمان بيقول هذا ملك المسلمين، هو لا يعرف أن محمد بن سلمان يحارب الإسلام. فهذه مسألة جد خطيرة جدا. فالأمريكان والإنجليز عملوا نموذج، إذا أنت عاوز تدخل الإسلام إحنا عاملين لك نموذج آل سعود أهو، إيه رأيك بقى؟ روح شوف المسلمين وتعال تكره. وأيضا عملوا نموذج إيران، لا ننسى أن الخميني كان مقيم في فرنسا ورجعوه له طائرة فبالتالي المسيحي ولا الأوروبي الذي يريد يدخل الإسلام يعرضون عليه نموذج السعودية ونموذج إيران يكره الإسلام والمسلمين. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على الزر. رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة بالفيديوهات الوثائقية والتاريخية أرجو أن تشاهدوها لأهميتها في مجال التاريخ. هنا كتاب إيران بين التاج والعمامة، المؤامرة الأمريكية التي جرت وأتت بثورة الخميني. هذه مذكرات الملحق الإعلامي المصري وقت قيام ثورة الخميني في إيران. أرجو أن تسمعوا لأهميتي في مجال التاريخ. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.